بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له العز والكبرياء وله الثناء والفضل. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها المسلمون، خصلة ذميمة وآفة عظيمة حذر منها الله ورسوله غاية التحذير، يتصف بها بعض الناس اليوم، ألا وهي صفة الكبر، أعاذنا الله وإياكم منها. قال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. هذا الذنب سنة سنها إبليس بدأها بنفسه وجعلها سنة لأتباعه، وجد واجتهد في إيقاع الناس فيها. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكبر في الحديث الذي رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال عز وجل: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منها ألقيته في جهنم ولا أبالي. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل يجر إزاره بطرا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له العز والكبرياء وله الثناء والفضل. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالكبر سبب في هلاك الأمم السابقة، فهؤلاء قوم نوح ما منعهم عن قبول الدعوة والاستماع لنداء الإيمان إلا الكبر. فقد قال الله تعالى على لسان نبيهم نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهؤلاء قوم عاد ظنوا بسبب تكبرهم أنه لا قوة أشد من قوتهم، فقد قال الله عنهم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة
وكانوا بآياتنا يجحدون، وهو سبب لدخول النار والخلود فيها. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. روى أحمد في فضائل الصحابة أنه عوتب علي رضي الله عنه في لبوسه فقال: إن لبوسي هذا أبعد من الكبر وأجدر أن يقتدي بالمسلم. وقال وهب: لما خلق الله الجنة عدن نظر إليها فقال: أنت حرام على كل متكبر. وقال محمد بن الحسين بن علي رضي الله عنهم: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر خط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك أو كثر. وسئل سليمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال: الكبر. قال الإمام القرطبي رحمه الله: قال العلماء: كل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبر فإنه أصل العصيان كله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: 4 تجلب البغضاء والمقت: الكبر والحسد والكذب والنميمة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: اعلم أن محبة المساكين لها فوائد كثيرة منها أنها تزيل الكبر، فإن المستكبر لا يرضى مجالسة المساكين. أيها المسلمون، إن الكبر يؤدي إلى كثير من الإهرافات كازدراء الآخرين وافتخارهم وسوء الظن بهم والكذب في مدح النفس وسرعة الغضب وحب السيطرة والافتخار والرياء والمن والأذى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.